اهلا بيكم معايا فيديو جديد تاني، وفيديو جديد تاني مختلف، ومعاكم كريم حسن. النهارده فيديو جديد ومختلف. النهارده هنجرب مع بعض ونشوف مين اجمد كشري في المحله. كنا عملناه مره قبل كده زمان، بس في مطاعم كتير فتحت وكان في مطاعم ناقصه وقتها وفي مطاعم قفلت وليله كبيره كده. فجبت لكم النهارده تقريبا كل مطاعم الكشري في المحله، جايبين 8 مطاعم بتعمل كشري في المحله، ويلا بينا نشوف مين اجمد كشري في المحله. تعالوا بقى نبتدي ونخش باول واحد معانا، وهو على الله. على الله علبه الكشري عنده ب 25 جنيه. كنت جربته قبل كده اول ما بدا على طول، كان حلو بصراحه، كان حلو جدا، والباكج بتاعه زي ما انتم شايفين نضيف جدا. مع ان على الله تخصص مكرونه، بس الشكل عامل الكشري جامد. واقرب واحد شفته هنا الكشري بتاع القاهره، حاطط نص الليمونه وكده مع علبه الكشري بتاع، شكله نضيف. هنفتح بقى الشطه والدقه. حاطط الشطه والدقه في علب، الباكج بتاعها حلو قوي بصراحه، وكميه دقه كبيره، بس لونها بص لونها غامق كده، تحسها طحينه. والصلصه تحسها دسمه 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 يعني، كميه زيت على الصلصه. بص الغطا اصلا، بص الصلصه متغرقه زيت كده ازاي، يعني خايف اميلها بس ايه تغرق الدنيا. هو الكشري تقريبا يعني الرز تحت، لا الرز تحت. وهو علبه الكشري بتاعته بصراحه شكلها نضيف، يعني بص شكل العلبه نضيف. تعالوا بقى نحط ايه الكشري عشان يتقلب صح. تحط الدقه على الصلصه هنا، وتحط الشطه، بس مش هنحط شطه كتير، هنحط شطه حبه صغنطتين كده عشان ايه نحس الطعم. تعصر نص الليمونه هنا. نص الليمونه بقى على الكشري اللي مجربوش فايته كتير، لازم تعصر نص ليمونه على الكشري، بس نص ليمونه يكون بيتعسر مش زي ده. بعد ما حطينا كل حاجه على الصلصه، تاخد بقى الصلصه نفسها وتنزلها هنا. هو اصلا حاطط عليه معلقه صلصه من فوق، انا مش فاهم ليه معلقه الصلصه اللي حاططها دي، مع انه جاب صلصه بره، بس ماشي. علبه الكشري بعد ما قلبناها، ريحته بصراحه ريحه اسمه ايه، ريحه على الله حلوه قوي. تعالوا يلا بقى ندوق ونشوف، يلا بسم الله. جامد قوي قوي، طعمه تحس انك بتاكل كشري في البيت، طعمه دقه بيتي قوي قوي قوي، خلاها زياده. طعمه الدقه ضاغي على البتاع بغباء، يعني انت حط نص علبه، حط ربع علبه الدقه دي كفايه قوي. عامل دقه قوي وكتيره بصراحه العلبه، فطعمها باين بزياده، يعني مغطي على طعم الكشري شويه، بس طعم الكشري بصراحه عنده نضيف وطعمه حلو. فانت اول واحد انا مش عارف اقيمه، مش عارف ارتبه، فاحنا هنخش واحد تاني نبقى نرتب. يلا بينا. تاني واحد معانا وهو السندباد. جايبين عند السندباد علبه ب 25. السندباد بقى بيعمل علب ورق يا جدعان، طور كيس الدقه بتاعه اللي ما بيفتحش ده، وكيس صلصه. طب غير بقى كيس الصلصه ده، حط علبه بقى. عملت علبه، اعمل علبه صلصه. هنفتح بقى علبه الكشري. هي العلبه مالها متاكل تلات ارباعها كده ليه؟ بصوا العلبه متاكله مره قبل كده، وهي اصلا صغيره مش كبيره، يعني 25 جنيه لا بصراحه غاليه 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 يعني. انا ما بحبش افتح الدقه دي ابدا، صعب قوي. ده كشري السندباد بعد ما قلبناه، العلبه برده فاضيه. انا قلت بعد ما احط الصلصه ولا حاجه هتتملي ولا بتاع، لا العلبه فاضيه برده. ف وصغيره قوي العلبه بصراحه، صغيره على 25 جنيه يعني هو ولا على الله في السعر هم قريبين من بعض، بس على الله اكتر سيك. تعال ندوق بسم الله. طعمه حلو، طعمه حلو. كان الصلصه قليله قوي على الكميه، طعم الصلصه فيها طعم حبهان قوي 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 قوي، يعني هي باين طعم الحبهان فيها قوي وانا باكل، حاسس ان انا باكل حبهان، ولكن طعمها حلو بصراحه. السندباد طعمه احلى من المره اللي فاتت، يعني لو تفتكروا الفيديو اللي فات كان وحش جدا، المره دي طعمه اقوى وطعمه احلى. بس برضه مش عارف نرتب غير من دول بعد كده، فتعالوا نخش على بعد كده ونرجع تاني. نخش بقى على تالت واحد معانا وهو الزعيم. الزعيم الشطه بتاعته غريبه قوي، بص السمرة كده ميه، مش زيت حتى، دي شطه ميه ودقه والصلصه والعلبه والمعلقه. الزعيم ده ليه فرعين في المحله، ليه فرع عند موقف طلعت حرب، وليه فرع تاني عند الشون. ده من فرع الشون. بصراحه شكل الطبق نضيف، نشيل المعلقه كده. شكل الطبق نضيف بصراحه، منظم الحاجه حاططها كويس. بس يا جدعان الشكل ده خلاص، احنا في 2023 المنظر ده خلاص بقى غيروه، يعني تبقى علبه الكشري ب 25 جنيه 30 جنيه وحطيت لي معاك كيس. بعد ما قلبنا كشري السندباد، هو ده كان السندباد صح؟ لا ده كان مين؟ الزعيم. بعد ما قلبنا كشري الزعيم، تعالوا بقى يلا ندوق. بس هو رؤيه مبدئيه كده، المكرونه كتير. يلا ندوق بسم الله. المكرونه كتير، بس المكرونه مهريه سوا، يعني بتاكلها في بقك كده تحسها بتدوب، مش فاهم ازاي، بس المكرونه والله بتدوب في بقك. وطعم الصلصه يعني مش قوي قوي، عنده واحد صلصه كده، طعم الصلصه خفيف قوي، يعني صلصه من بعيد كده مش عارف ازاي، صلصه خفيفه، بصل كتير في طعمه حلو وباين. بس الكشري مش مفهوم، تحسه بيزك قوي قوي، يعني الكشري هادي قوي. طعمه حلو، طعمه حلو، بس مش هقدر برضه ارتب لك دلوقتي، فتعالى في الاخر ونرتب. يلا بينا نخش على بعض. خش بقى على الصباحي، مش بتاع ابو علي، الصباحي بتاع الشون، عشان تقريبا ما لهمش علاقه ببعض يعني. احنا جايبين من الصباحي ب 20 طبق، ب 20 عنده نفس الطبق الفويل. طبق ماله مصفر من فوق لكده، بصوا طبق مصفر قوي من فوق، تحس فيه كركم كتير على الوش.
مش عارف هو مصفر ليه كده، ولا عدس؟ لا العدس بجيب هو مش اصفر، مش فاهم. تعالوا والله نحط حاجه عليه. ده الصباحي بعد ما قلبناه، بس المكرونه بتاعته كبيره قوي. تعالوا يلا ندوق بسم الله. بس هو اصفراني قوي يعني، الدقه حتى صفرا، مش فاهم ليه اللون ده، كركم كتير في الموضوع. يلا ندوق بسم الله. لا والله طعمه مش بالسوء اللي كنت متخيله. الدقه بتاعته طعمها حلو فمغطيه على الموضوع شويه، بس جامد يعني، جامد اللي هو اقول لك روح جربه ولا لا، هنشوف في الاخر. تعالوا بقى نخلص ايه، نخش على اللي بعده نجيب لكم الترتيب في الاخر. تعالوا نخش بقى قبل الاخير والمنضم حديثا لسوق المحله المحلي، مطعم هند، مطعم كشري هند. هو برضه حاطط اكياس، بس هو بصراحه عامل جو مطاعم القاهره شويه، في جو الطواجن والميكس، اللي هو طبق الميكس يبقى كشري على طاجن والحوارات بتاعت القاهره دي. بس شكله بصراحه نضيف، التغليف بتاعه حلو مش وحش. مشكله بس حوار الاكياس يا جدعان، غيروا الاكياس دي بقى، الاكياس دي ادمت قوي. ده ب 20 جنيه تقريبا، ب 20 جنيه. كده كده الاسعار كلها هتظهر لكم، بس هو ريحته قويه قوي. ريحه الطبق ده قويه قوي من اول ما جبناه اصلا، وانا حاسس ريحته قويه قوي. وبص برده الرز ده رز بشعريه مصفر برده شويه اهو، بص الرز مصفر برده شويه يعني. انا مش فاهم ليه بقى الرز بيطلع اصفر، بس قشطه. الكشري ده كشكل كده بعد ما قلبناه مايل لكشري هند، ماشي مايل قصدي الكشري توم عند بصل في الشكل شويه، اللي هو بيبقى صلصته كتيره كده وتحسه معجن في بعضه كده ايه، والمكرونه قليله والرز كتير وبتاع. تعالوا يلا ندوق بسم الله. هو ده بيقول شويه، بيقول الحاجه بس الغريبه اللي فيه، انا حاسس ان هو عامل الصلصه بشوربه لحمه او شوربه فراخ او حاجه دهون، مثلا دهون لحمه في الشوربه في الصلصه، حاسس ان هي فيها طعم الطاني كده. تعرف طعم ده جاي منين ايه؟ دهون اصلا الفراخ اصلا بتكون نازله من الشوادي بيعملوا بس. لا دي مش دهون شوربه فراخ، دي دهون لحمه. نعم. ده ليا او حاجه، في طعم ضاني، في طعم ضاني في قلب الكشري كده، مش عارف بس حاسس بيه قوي. بس مش وحش يعني، مش مضايقني، طعمه حلو مش وحش، طعمه حلو مش وحش، بس اعلى واحد فيهم ولا لا مش عارف. شوف سيب الترتيب الاخر، سيب الترتيب الاخر. نخش بقى ده قبل الاخير، لسه معانا الامير وتومه. كل دول هيقعدوا يعملوا اللي بيعملوه ده، وهيجي في الاخر تومه برضه يحط عليهم، الله اعلم. هو تومه اخر مرتين ثلاثه جربته فيهم بصراحه ما كانش قد كده، ما عجبنيش. فالمره دي هيطلع مظبوط بقى ولا هيطلع برضه صلصته قليله وطعمه مش حلو، الله اعلم. هو الكشري كلهم بقوا مصفرين لي كده، حتى هنا حاطط على الحمص، بس حاطط على الحمص كركم برضه، تحسه مصفر قوي. ده اهل البيت ب 20 جنيه. هو الطبق الفويل ده جديد، بصوا من تحت دايرته صغيره وطالع بجنب كده عشان يبقى شكله كبير من فوق. بيحتاج يعني بيشوفوا اي صرفه ان هو يصغر لك الطبق. يا جدعان الاكياس بقى، يا جدعان الاكياس بقى. نخش بقى على اهل البيت، يلا ندوق بسم الله. هو ده بقى ما بيقولش خالص، ده ما بيقولش خالص خالص يعني. ناخد معلقه ثانيه عشان ما اظلموش. لا 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 ده صعب، ده مش حلو، مش حلو خالص. يلا على بعض، انا قلقان منه اهو. نخش بقى على قبل الاخير معانا وهو الامير. الصلصه، كيس صلصه بتاعه كبير قوي، دقه كيس دقه قليل، حاطط كيسين دقه، ده محترم ده، وكيس شطه ورز معلقه، وعلبه الامير اللي على قديم. بس العلبه صغرت قوي يا جدعان، العلبه دي ب 15 جنيه بصراحه، برضه رخيص يعني، بس الامير طول عمره رخيص يعني، بس ب 15 جنيه لا، ومليها حلو بصراحه. الامير قبل كده كان بياكل حته من العلبه كده ورصصها، حاطط حمص بس حمص قليل اصلا. نفس فكره العلبه، بص العلبه من تحت تلاقي دايرتها صغيره وطالعه بكيرف، فتلاقيها من فوق كبيره، يعني انت تشوف العلبه كده تقول كبيره، بص عليها من تحت كده تحس انها صغيره. فاهم الفكره بقى اللي بيعملوها دلوقتي؟ تعالوا نحط الحاجات عليها بقى. كشري الامير هنا صلصه كتير بس كلها ميه يعني، بصوا تحت كده، انا خايف بس بص اوريك حاجه، تحط المعلقه طلع ميه، شايف؟ تحط المعلقه طلع ميه تاني، تحط المعلقه طلع ميه تالت، تحس انك سقيه. طب ليه الزرع مش تسقي كل ده؟ والله يا جماعه امبارح كانت بطني وجعاني، واخد كميه حبوب مطهر معوي كتير جدا وكنت بموت، وجع رهيب. والنهارده هصور لكم فيديو الكشري احنا هنزله لكم في ميعاده والله، فيعني اخبط لايك بقى تقديرا اللي موجود ده، وسبسكرايب حلو منك كده، وتعالوا ندور الامير. يعني انتوا عارفين الامير بيعمل ايه يعني، ما نعرفش الامير دايما لما بتاكل الامير بتموت بعده يعني، عايز بعديه شريط انتينال كامل. ربنا يستر بقى ما تعبش بعد الفيديو ده. يلا بسم الله. والله يا جدعان طعمه مش وحش قوي يعني، وحش بس مش قوي يعني، بس حوار الميه اللي تحت ده كتير قوي يا جدعان، اوفر. هتيجي تاكل المعلقه تلاقيها طالعه فيها ميه، يعني انا هاكل ازاي كده؟ فاهمني؟ هو طعمه مش سيء بس قشطه يعني، لو جبت برضه فاهم، بس هو الامير ليه فليفر كده مختلف عن بقيه الكشري عموما، ليه طعم مختلف قوي قوي يعني. تعال نخش بقى على الاخير، نخش على تومه. نخش بقى على تومه كنا عاملين له اصلا فيديو كامل، جربنا المنيو بتاعه كله، هتلاقيه طالع لك هنا وهنخش نتفرج عليه. وكان اخر حلقه الكشري كان احسن واحد فيها، بس اخر كام مره جبته فيها بصراحه ملقلق، ما كانش احلى حاجه يعني. دي علبه ب 25 من عنده، علبه الرز بلبن بتاعته اللي هي الدوق دي، بس بصراحه المره دي مليانه جامد يعني، تقيله. هو الباكج بتاعه نضيف، ابن ناس كده، منديل ومعلقه بتاع، مع ان فرق الاسعار انا استغربت بصراحه لما العلبه دي ب 25 يعني زي السندباد. انا مش فاهم ده، ما واكلين نصها برضه زي السندباد.
بص علبه بتاكل نصها برضه زي السندباد يعني تخيل ده ممكن يكون بنفس سعر السندباد مثلا. فبصراحه يعني مش فاهم السندباد ليه غالي كده. بس هو فين البصل يا جدعان؟ ده تفه بصل. هو المره دي حاطط صلصه كتير بصراحه على الكميه دي اصلا، وحاطط صلصه قد الكشري تقريبا. تعالوا بقى نحط الدقه. اول مره اشوف تومه بيحط كميه الصلصه دي. الكشري غرقان صلصه غرقان. تعالوا والله بقى ايه ندوق تومه. حاسه المره دي هيطلع حلو بصراحه. هو ده تومه، هو ده تومه اللي احنا عارفينه. لا جامد 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 يعني طعمه جامد. طعمه حلو وطعم الدقه قوي وباين في وسط الهليله دي كلها، مع ان الدقه قليله بس طعمها باين وقوي. اجمد واحد بقى ولا لا؟ مش هحرق لك دلوقتي، هلاقيه عشان تكمل معايا الفيديو. تعالى بقى نرصهم كلهم ونشوف من الاول للاخير كده. نيجي بقى للمرحله المهمه، المرحله المفصليه واخر حاجه معانا، وهي الترتيب بتاع كله. لو تفتكروا اخر مره عملنا فيديو الكشري كان بلبول بينطح كده مع تومه راس براس، بس بلبول قفل ومش فاهم قفل ليه مع انه كان جامد بصراحه. بس هو منطقته اللي فتح فيها كانت مش قد كده، فهو كان المفروض يفتح في حته حيويه اكتر او احسن يعني انضف. بس هو كان جامد بصراحه. فتومه هيفضل متربع على العرش، وعلى الله بصراحه بينطح معاه راس براس. يعني على الله جامد جامد او اجمد كمان بالنسبه للناس. يعني انت بتحب الكشري البيتي، على الله هيديك تجربه كشري البيتي فريده من نوعها، جامد قوي. تالت واحد معانا هو كشري هند. طعمه حلو بصراحه. هو محتاج بس صلصه شويه. يعني انتوا شايفين هو فاتح ازاي، لونه فاتح، لان هو محتاج شويه صلصه. شويه صلصه كانوا بيظبطوا احسن من كده بكتير. بس هو جامد. بعده الزعيم. الزعيم معامل مستوى جامد نضيف. طعمه زي ما قلت لكم مشكلته بس في المكرونه ان هي تحسها بتدوب كده، غير كده مش هيضايقك، هو طعمه حلو. بعده الصباحي والامير في نفس الليفل، مع ان الامير يعني لو هتسالني لا الامير يجي مع هنا كمان، يجي مع الزعيم. الامير حلو بصراحه، الامير جامد، طعمه حلو وهو مميز كمان بطعمه المصري. يعني قلت لك مش وحش، هو طعمه محلاوي. هو ما فيش الطعم ده في حته ثانيه صراحه، هو موجود عند الامير وبس. المحلويه عارفين انا بتكلم في ايه. الامير طعمه مختلف عن اي كشري ثاني في المحله. الصباحي بقى مش عارف، بس هو مكرونته كتير قوي يا جماعه، مكرونته كبيره وكتير قوي ومغطيه على الدنيا. يعني لا يرجع كمان مكان السندباد. رجع للصباحي كمان مكان السندباد. السندباد احلى صراحه بكتير. فالسندباد بعد الصباحي والامير، ويجي بعدهم بعد الصباحي بعد الزعيم والامير يجي بعد السندباد الصباحي، وفي الاخير خالص اهل البيت. ما تجيبوش طعم وحش. الصباحي يعني زق معاك اللي لو جبته مش هيضايقك. السندباد قشطه شغال. الاثنين دول حلوين، دول تست مختلف. كشري هند جامد بس محتاج صلصه زياده. على الله عالمي عالمي وهيعجبك جدا. تومه بقى طب وستيل توب زي ما هو. بس كده اخر الفيديو. ظبطنا لايك شير سبسكرايب عشان تقدر المجهود ده. بقول لك تعبان وبطني تعباني وقاعد بصور لك الفيديو، والكشري انت مقدر حجم البهدله اللي انا فيها. فاخبط سبسكرايب معانا على طول، ويلا سلام شباب.